هو مصطفى شعبان هيرجع امتى للسينما بقى؟ بصوا يا جماعة، في فيديوهات كتير جدا بشوفها على اليوتيوب بتتكلم عن المسيرة أو الرحلة الفنية لفنان معين. الفيديو ده أنا هتكلم فيه عن مصطفى شعبان. بصراحة مصطفى شعبان أنا بشوف إن هو واحد من الممثلين، من وجهة نظري إن هو عنده موهبة تمثيلية وقدرات تمثيلية حلوة جدا 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 وكبيرة على فكرة. خلينا كده نبتدي من الأول خالص. مصطفى شعبان بدأ في الأول خالص في السينما بأدوار صغيرة في أفلام زي فيلم رومانتيكا واللي ظهر فيه بشخصية شاب مدمن وكده، وبعديها عمل دور صغير في فيلم النجم الكبير محمود عبد العزيز اللي هو كان فيلم القبطان. بعديها عمل دور مع نجم فاروق الفيشاوي في فيلم زي فيلم اسمه الشرف. ولكن كل دي كانت أدوار صغيرة، ما كانش لسه نجم يعني مصطفى شعبان عالي فيها ولا كان الجمهور عرفه بشكل كبير، إلى أن جات له الفرصة إن هو يشتغل مع المخرج الكبير يوسف شاهين من خلال فيلم سقوط هنصور. وطبعا برضو كان قبلها عمل دور صغير كده، يعني كان أكبر شوية في فيلم فتاة من إسرائيل مع خالد النبوي، لحد ما جات له الفرصة إن هو يشتغل مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين في فيلم سقوط هنصور. واللي اداله ساعتها يعني دور واحد من دور الأبطال في الفيلم هو شخصية ناصر. وطبعا كان معاه روبي، كانت وجه جديد في الوقت ده، ولطيفه و طبعا الفيلم ساعتها، ولو ان انا على فكره خليني اعترف لكم اعتراف ان انا بحب الفيلم ده يا جماعه، عادي جدا يعني، هي اذواق. مش من اجمد افلام يوسف شاهين بالنسبه لي، ولكن يعني بالنسبه لي فيلم لطيف وبحبه، ما عنديش مشكله معاه. فطبعا في الوقت ده الفيلم للاسف ما كانش حقق نجاح كبير جدا جدا في السينمات وما حققش ايرادات كبيره. ولكن يعني تشاء القدر، يشاء القدر كده وتشاء الصدفة إن الفنان الكبير نور الشريف يتفرج على فيلم سقوط هنصور وهو بيتعمل المونتاج بتاعه، فياخد باله من مصطفى شعبان. يجي بعدها المخرج الكبير يوسف شاهين يقابل مصطفى شعبان ويقول له ان الفنان الكبير نور الشريف اتفرج على الفيلم في المونتاج، وان هو هيكون ليه دور كبير معاه في مسلسل من مسلسلات نور الشريف اللي جاي. كبير نور الشريف ان هو يحضر لمسلسل عائلة الحاج متولي، ويدي فرصة كبيرة لمصطفى شعبان في الوقت ده انه يعمل شخصية سعيد. ومن شخصية سعيد بيبتدي النجم الكبير مصطفى شعبان ان هو يشتهر ويتحقق له شهرة كبيرة، ويبتدي أول خطواته على النجومية. يختاروا بعدها على طول المخرج الكبير شريف عرفة عشان يعمل دور البطل التاني مع النجم أحمد السقا، ويعمل معاه فيلم مافيا. وطبعا يا جماعة مش عايز أقول لكم إن الدور ده كان فتحة خير كبيرة جدا على مصطفى شعبان، وإن ده الدور يعتبر اللي نقل مصطفى شعبان لنجم بقى في السينما، إن هو من بعدها يقدر يعمل بطولات. في نفس الوقت اللي كان مصطفى شعبان بيعمل فيه مافيا، كان بيصور مع المخرج محمد أبو سيف فيلم خالد دماغ صاحي وفيلم النعمة والطاووس. والفيلمين دول بقى عايز اقف عندهم شويه. يا جماعه الفيلمين دول انا بالنسبه لي المخرج الكبير محمد ابو سيف هو يمكن ما عملش اعمال سينمائيه كتيره واعدادهم قليل، بس كان مخرج كبير ومتميز جدا. فيلم خالد دماغ صاحي ده واحد من اجمد الافلام اللي انا شفتها في بدايه الالفينات، سواء على مستوى الدراما، يعني هو بالنسبه لي هو فيلم بلاك كوميدي بيتكلم عن فكره العفريت اللي بيجي له عشان يحقق له كل احلامه، وفاكر ان هو يقدر يحقق له احلامه، ولكن احنا في مجتمع حتى لو العفاريت مش هتقدر تحقق لك فيها احلام جات لك مش هتعرف تحقق لك الاحلام دي برضه. الموضوع صعب قوي يا جماعه. ولكن آم، بالنسبه لي كفيلم كان واحد من الافلام الكوميدي جدا. وكذلك برضه فيلم النعامة والطاووس اللي كان بيتكلم عن مشكلة العلاقات الزوجية ما بين الأزواج، ولكن الفيلم اتعمل حتى وإن كان موضوعه جريء ولكن اتعمل بشكل شيك جدا. خليني بقى اتكلم في الفترة دي عن مصطفى شعبان، وان مصطفى شعبان في الفترة دي بالنسبة لي كان بيأدي ادوار مختلفة، كل دور مش شبه التاني، بيمثل كده وهو سايب ايده بتلقائية رهيبة. وطبعا لو رجعنا تاني للفيلم مافيا مع استاذ شريف عرفة، الفيلم ده طبعا كان نقلة في الاكشن في الوقت ده ساعتها، وكان حاجة قوية وكبيرة جدا يعني للجونرا بتاعت افلام الاكشن. ولكن طبعا مصطفى شعبان ساعتها كأداؤه التمثيلي كل الناس كانت خارجة من الفيلم بتتكلم عن ان مصطفى شعبان من اجمد الاداءات التمثيلية في الفيلم ده. بعدها يعمل مصطفى شعبان الكلام ده كان لحد سنة 2002 2003، وبعد كده يعمل بعديها مصطفى شعبان فيلم فتح عينيك، وبعد كده يعمل فيلم رومانسي اللي هو أحلام عمرنا مع منى زكي. طبعا كانت افلام جميله ولطيفه، وابتدى مصطفى شعبان في الوقت ده يعني يثبت نفسه بقى كبطل سينمائي. وفي الوقت ده كمان عمل فيلم انا بحبه جدا جدا وهو فيلم اسمه جوبا. برضو بشوف ان اداء مصطفى شعبان في الفيلم ده كان اداء جميل جدا جدا جدا، وكان في صراعات نفسيه كده جواه كبطل، ان هو هل هو اللي بيعمله ده ليه قيمه فعلا، ولا هل انت تعمل حاجه ليها قيمه في المجتمع، ولا ان انت تمشي مع التيار وخلاص. ف
على مستوى بقى الدراما كمان، عمل مسلسل العميل 1001 واللي كان نجح وكسر الدنيا، واللي كان عامل شخصية عمرو طلبة، وهو شخصية واحد من أحد أبطال حرب أكتوبر طبعا، اللي بيتزرع في إسرائيل عشان يدي معلومات لمصر طبعا. وبعدها يعمل مسلسل اسمه نسيم الروح. يمكن المسلسل ده ما نجحش قوي، بس انا برشحه لاي حد ما اتفرجش عليه. مسلسل حلو جدا جدا، وبيحكي عن حقبة زمنية تاريخية قديمة. المسلسل ده اندر ريتد جدا، واللي ما شافوش يتفرج عليه، بجد مسلسل ممتع، وما اعرفش ليه ما نجحش قوي في الوقت ده. إلى أن نصل بعدها برضو لسنة 2010، واللي بيقدم فيها مصطفى شعبان فيلم الوتر مع غادة عادل وأحمد السعداني وأروى جودة. وبرضو أداء مصطفى شعبان في الفيلم ده كان أداء حلو جدا، وكان فيلم يعني دراما ثريلر كده، طريقة مختلفة خالص عن نوعية، يعني قصدي أقول نوعية مختلفة برضه عن نوعية الأفلام اللي كان عملها مصطفى شعبان قبل كده. وبالنسبة لي الفيلم ده واحد من أجمل الأفلام اللي عملها مصطفى شعبان. بعدها دخل مصطفى شعبان في قصة الدراما، أو حصل بقى قصة النقلة الدرامية في المسلسلات، وعمل بعديها مسلسلات. ابتدت مثلا بمسلسل العار، وابتدى بعد كده مصطفى شعبان يمسك إلى حد ما في فكرة التيمة بتاعت البطل الشعبي، وعمل منها بعد كده مسلسلات كتير جدا. خليني أقول لكم إن أفضل 3 مسلسلات بالنسبة لي في الفترة الأخيرة، اللي يعني المسلسلات اللي عملها مصطفى شعبان دي كلها، كانت في مسلسل العار ماشي كأول مسلسل بدأ بيه في التيمة الشعبية دي، ومسلسل أيوب لأنه كان برضه عمل كذا مسلسل كده ورا بعض بنفس التيمة، بس أيوب كان فيه حاجة مختلفة شوية، وورانا مصطفى شعبان بشكل مختلف شوية. ومؤخرا كان ملوك الجدعنة، واللي عمله مع النجم عمرو سعد ده برضه كان في إطار التيمة الشعبية، ولكن بشكل مختلف. بتمنى بس الفترة اللي جاية، بما اني واحد من محبين مصطفى شعبان وبحب ان انا اتفرج عليه، وانا بشوف ان هو ممثل كبير، ويعني اداؤه التمثيلي وعنده امكانيات تمثيلية مختلفة ورائعة، ان هو يرجع للسينما تاني، ولكن بسكريبت يكون مختلف عن التيمة الشعبية، وان هو يغير من جلده ويعمل حاجة تكون مختلفة شوية عن الأعمال اللي بيقدمها في الفترة الأخيرة. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للشانل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.